السلام عليكم، وياكم أوس من قناة قصصكم. طبعا اليوم الجزء الثاني من قصص الأمثال الشعبية. أول قصة مثل إنه هي قصة حاميها حراميها. كان يا ما كان في سالف العصر والأوان أيام الحكم العثماني، أكو اثنين من العثمانيين قرروا يسافرون لبغداد حتى يزورون مقام الشيخ عبد القادر الجيلاني، وأخذوا وياهم مبلغ كبير من الليرات الذهبية حتى تكفيهم بهاي السفرة. ومن وصلوا لبغداد صادفهم رجال يبين على وجهه التدين والطيبة، وكانت الابتسامة ما تفارق وجهه، بس للأسف قدر يغافلهم وأخذ كل فلوسهم وانهزم، وركضوا وراه ولزموه. وبالطريق صادفهم الشرطة العثمانية واخذوهم ثلاثتهم النصاب والزوار العثمانيين ودوهم للقاضي. ومن وصلوا للقاضي حكوا قصتهم، وطلب القاضي يطلعون برا حتى يستجوب النصاب على الانفراد. وكان اكو رجال بغدادي اصيل يتابع ويشوف اللي يصير ويراقب الاحداث. بعدين طلب القاضي يرجعون يمه، ومن دخلوا قام يصيح عليهم وقال لهم انتم كذابين وهذا الحرامي مو هو الباق منكم. فتشناه وطلع ما عنده شيء. بهاي الاثناء الرجال البغدادي قام من مكانه وطلب يحكي ويا الحرامي على صفحه، وقال له هذول زوار غربة وعيب تجي سمعة لبلدنا، رجع لهم فلوسهم وانا انطيك ليرة ذهب حلال، والحلال احسن وبي بركة، شنو رأيك؟ جاوب الحرامي ما اقدر اسوي هيك، لان الشرطة هددوني يقتلوني اذا رجعت الفلوس لاصحابها، والقاضي قال لي راح يعدمني اذا اعترفت بالبوقة، لان يريدون حصة من هاي الفلوس. وهنا قال الرجال البغدادي حاميها حراميها، وصار المثل يتداول بين جيل الجيل الى وقتنا الحالي. قصة مثلنا الثاني لاحظت برجيلها ولاخذت سيد علي. كان يا ما كانت اكو شابة جميلة بشكل كلش حلوة، تزوجت رجال فقير رزقه قليل، وكانت حالتهم تعبانة كلش، بس كان يحبها ويحاول يسعدها ويفرحها قد ما يقدر. ورا سنين تعبت هاي المرية من الفقر والعوز، وكرهت العيشة ويا زوجها، فقامت تدور على فتاح فال ابو خيرة يعني حتى يكشف طالعها وطالع زوجها ويشوف مستقبلها وياه، طبعا حسب اعتقاده. فالنسوان صاحباتها دلوها على ملا اسمه سيد علي، كان مشهور بالخيرة. وبالفعل راحت السيد علي، وهو من شاف جمالها زاغت عينه عليه، فقرر ياخذها هو. فحسب النجم وسأل ملك الجن على حسب قوله، وقالها نجمها ونجم زوجها ما متوالمين، والأفضل تطلق منه وتتلاحق شبابها قبل لا يضيع. ولمح إلها هو مستعد يتزوجها من تطلق وتخلص شهور العدة، وراح يدللها. فصدقتها ووثقت بيه، وراحت تزوجها وطلبت الطلاق منه، فطلقها غصبا عنه. وراحت للسيد علي وطلبت منه يوفي بوعده ويتزوجها، فقام يماطل ويأجل بالموضوع. فحست المرية بمكره وخداعه، وعرفت انه ما راح يتزوجها، فرجعت لطريقها تبكي وتتأسف ومتندمة، وتوسلت بيه رجعها لعصمته. وكان الرجال رغم فقره بس عنده عزة نفس وكرامة، ورفض يرجعها. فقامت تبكي وراحت على امها تعيش وياها، اللي كانت فقيرة كلش وعاشت بفقر اكثر من فقر زوجها السابق. الناس قاموا يلومون بيها على سوء تصرفها لان ما رضت بقسمتها. فصار المثل لاحظت برجيلها ولاخذت سيد علي. قصة مثلنا الثالث هو اجى يكحلها عماها. هذا المثل له روايتين، الأولى هي عن رجال يشك بحب زوجته إله لأن كانت ما تحكي ولا تضحك وياه، فراح لمرية عجوز سولف لها، فنصحته إنه يجيب حية ويربط حلقها زين ويحطها على صدره وهو نايم، حتى من تشوفه زوجته عبالها الحية لدغته ويشوف شو تسوي، يعني اختبار زوجته. وبالفعل جاب حية وسد حلقها وحطها على صدره بدون ما تشوفه زوجته. ومن جت زوجته قامت تصيح وتلطم وتقعد بيه عبالها مات، فتأكد من حبها إله وقام على السريع حتى يقولها بعد عايش ما مات. فمن عرفت بالموضوع عصبت كلش وزعلت عليه وعافته وحلفت ما ترجع إلى أبد. ومن هنا قالوا أجي كحلها عماه. والرواية الثانية تحكي عن أسطورة بالزمن القديم، كان أكو كلب وبزون عايشين بقصر من قصور الأغنياء، كانت تربطهم علاقة صداقة قوية كلش لين متربين سوا. وكان الكلب معجب بجمال عيون البزون، ومرة سألها عن سر جمالها، قالت له الكحل، فهي متعودة تكحل عيونه. الكلب راد يجرب، جاب كحل حتى يكحل البزون، بس مخلبه طب عيونه فوقسها، فاجى المثل اجى يكحلها عماه. قصة مثلنا الرابع من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. هذا المثل اللي رواياته هواية، بس الرواية الأقرب لواقعنا هي رواية إخوان اثنين، واحد غني والثاني فقير وأعمى. كان الغني عنده مجلس يجتمع به ويا أصدقاء التجار والأغنياء، وكان المجلس بعيد عن البيت، والأخ الفقير يتحسس طريق بالروحة وبالرجعة حتى يروح للمجلس ويقعد ويا أخوه وأصدقائه. طبعا كان يتودد الأخو، بس ما كان يعرف إنه أخوه ينحرج منه ويضوج من يجي ويقعد ويا التجار لأنه أعمى.
فالأخ الغني فكر بطريقة يتخلص من أخوه للأبد، فأمر الخدم يحفرون حفرة بطريق أخوه الأعمى حتى يوقع بيه، ومن يشوفوه بالحفرة يردمون الحفرة فيموت ويخلص منه، وحفرة والحفرة. وبصلاة الفجر طلع الغني حتى يصلي بالجامع ونسى موضوع الحفرة ومشى بنفس الطريق ووقع بيه. فالخدم عبالهم أخوه الأعمى فردموا الحفرة مباشرة، ومن شافوا الأخ الأعمى بعد عايش تفاجأوا وعرفوا أنه المات الأخ الغني. فواحد منهم قال: من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. واليوم هذا المثل ينقال: اللي يدير مكيدة شخص ويوقع بشر أعماله. قصة مثلنا الخامس: حبل الكذب قصير. قصة هذا المثل صارت ويا تاجر غني من مدينة بغداد، كان عنده عشرات الخدم، وبيوم من الأيام واحد من الخدم باك كيس فلوس ب1000 دينار، وكان مبلغ كبير. الشيء اللي حير التاجر وخلاه يفكر بطريقة يكشف بيها السارق، إلى أن توصل لحيلة ذكية ساعدته على كشف الحقيقة. فجمع الخدم ونطى كل واحد منهم حبل طوله 1.5 متر بالضبط، لا سنتيم زايد ولا سنتيم ناقص، وقال لهم السارق الحبل ماله راح يطول 10 سنتيمات، وقال لهم اخذوا الحبال وياكم وتعالوا باكر كل واحد وياه حبله. وفعلا اجوا كلهم الصبح وياهم حبالهم اللي نطاها إلهم، وكلها بقت نفس طولها ما عدا شخص واحد الحبل كان أكثر ب10 سنتيمات. وهيج اكتشف التاجر من هو السارق اللي قص 10 سنتيمات من الحبل اللي نطاه إياه التاجر، لأن اعتقد راح يطول الحبل 10 سنتيمات مثل ما قال لهم التاجر بالسابق، وعباله راح يبقى الحبل 1.5 متر إذا قص منه وما راح ينكشف. ما يدري هي كانت خدعة. من ذاك الوقت انتشرت مقولة التاجر: حبل الكذب قصير. ولهنا خلصت قصة الأمثال الجزء الثاني. لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. نقول لكم دمتم في أمان الله وإلى لقاء قريب.